أنا عبد الله الشطي في طريقي الآن من الكويت إلى كربلاء لزيارة سيد الشهداء. هذه صرخة مظلوم، صرخة من زائر الحسين، فليسمعها كل العالم. تم وضع علي شخصيا قيد أمني بمعنى إقامة جبرية من كان عمري 19 سنة وأنا في طريقي إلى السفر. تم سحب جوازي بالقوة في مطار الكويت سنة 2020. وللعلم لا علي منع سفر ولا علي قضية واحدة ولا شيء من هالقبيل. ولما نراجعهم ونستفسر عن السبب ما يعطونا أي سبب. وبعدها بسنة أودعوني في السجن كما هو المتوقع، وخذيت عليها براءة بحمد الله تعالى، والآن ما علي شيء. لذلك اليوم أنا مجبور أتكلم بعدما طفح الكيل، وترى بالمناسبة ما عندي شيء أخسره، واللي فيها نطق كلمة الحق. إذا كان هذه الكلمة تسبب ضرائب فنعم الضرائب والله. الآن أنا راح أدخل في السنة الخامسة وأنا ممنوع من زيارة أئمتي وسادة الطهر من آل محمد. لا أطلب شيء إلا جواز سفر حقي، حق إنساني، أبسط حق للإنسان أن يطلب لنفسه حق التنقل. هذا الحق أنا ما أملكه. نحن نصبر على كل شيء. منعتوني من الدراسة في الخارج، منعتوني من الزواج، بتزوج ماني قادر، الناس تقول هذا عليه قيد أمني. 5 سنوات نصبر على كل شيء إلا على فراق الحسين. والله ما نقدر طوال هذه السنوات. كيف وكيف تمنيت أن أموت حتى أجاور الحسين وأدفن في كربلاء. أدري هذا المقطع راح يوصل حق والدتي، ولكن سامحيني يا أمي على هذا الكلام. أنت تدرين إيش كثر أنا تأذيت وعانيت وصبرت وتحملت طوال هالسنوات، واحتسبت ووكلت أمري إلى الله. يا عالم، أنا اليوم سأنام في الصحراء تحت حر الشمس، ولن أعود إلى البيت أبدا حتى الوصول إلى كربلاء. الوصول إلى كربلاء.